اهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه حدوته على الطاير. رجعت لكم حلقه جديده من السلسله اللي بنحكي فيها عن اغلب الانديه المصريه وتاريخها وانجازاتها والحاجات دي كلها. وحلقتنا النهارده هتكون مختلفه شويه لاننا هنتكلم فيها زي ما بنقول عن تاريخ النادي الاهلي من بعد 2013 2014 2015 بالكتير لحد يومنا دوت. وعلى انهاء التاريخ دوت او الجيل دوت يعتبر من الاجيال الذهبيه ولا تاني افضل جيل ذهبي بعد الجيل اللي عشناه بتاع ابو تريكه وبركات والشله دي كلها. فقبل ما نبدا في الحلقه نشوف القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك. بدايه الحلقه زي ما بنقول هنحلل اغلب مراكز اللعيبه، المدربين اللي جم، الادارات، الحاجات دي كلها نتكلم عنها شويه، مش بالتفصيل قوي لكن كلام عادي عامه، علشان كاننا بنقارن اجيال باجيال. عندنا مثلا في الجيل دوت احنا يعتبر هم ثلاث حراس اللي عاشرناهم معاشره بالمعنى الحرفي، وهو اكرامي والشناوي، وحاليا في الوقت دوت مصطفى شوبير اللي بدا ياخد ضجه وصوت بعديه. اكرامي اللي الناس كانت شايفه في اخر ايامه مع الاهلي كانش الافضل، وبالذات بعد ما مشى راح بيراميدز، الا ان في بداياته او اول ما وقف مع الاهلي هو شايل الاهلي فتره كبيره، كان هو الحارس الاساسي، كان هو الحارس الاول، كان يروح المنتخب، كان فلو جيت اتكلمت عليه تفصيلا فهو يعتبر برضه من احسن على الاقل الحراس، مش من الافضل بس من احسن الحراس اللي مرت على النادي الاهلي. كفايه ان هو شال فتره كبيره وبطولات وانجازات معدل 20 بطوله فلا برضه ما تقدرش تحامل عليه برغم سواء المشاكل اللي حصلت اخر فتره، مشاكل ليه هو، مشاكل ما بينه وما بين الاهلي وجماهيره، يكن الا انه برضه يعتبر من افضل الحراس اللي جت. اما الحارس الثاني اللي الناس خلاص صنفته من الاحسن اللي جه في التاريخ وهو الشناوي. الشناوي اللي شال الاهلي وشال منتخب مصر فتره كبيره من 2017 2018 وانت جاي لحد الاصابه الاخيره اللي جات له دي، فبرضه من الحراس الافضل في التاريخ. شال الاهلي في بطولات لوحده يعتبر شالها، انجازات كاس العالم اللي عمله مع المنتخب وبطوله افريقيا برضه ما كانش ليه حظ فيها قوي مع منتخب مصر، لكن في مصر مع النادي الاهلي شوف هو خد كام بطوله افريقيا، خد حوالي 3 بطولات افريقيا مع الدوري مع الكاس مع السوبر، كابتن النادي الاهلي خلاص. الناس لو صلاح مش موجود حاجه الناس تصنفوا ان هو في وجود في المنتخب من القاده بتوع المنتخب زي ما بيقولوا. فبرضه اللي بدأ يسمع بعديهم دلوقتي هو مصطفى شوبير اللي هيمسك الخط ويمشي عليه والحاجات دي كلها والحارس البوتنشال. لكن بقى انت كلامك هل مثلا وجود حد من الحراس الثلاثه دولت يكون من ضمن او يبدا يتقارن مع الجيل الذهبي؟ انا شايف ان الشناوي بالراحه يقدر يتقارن مع الحضري، مع الرمز، مع الناس اللي كانوا في الجيل دوت كله، ان هم يقدر عادي يتقارن بحراس الجيل الذهبي. ان هو لو صنفته هل الحارس دوت لو كان موجود في الجيل الذهبي كان يقدر يتقارن معاهم ويتصنف؟ اه بالطبع كان يقدر يتقارن. خط الدفاع بتاعنا اللي زي ما نقول في مراكز كانت واضحه وصريحه ومراكز لا. عندنا في الناحيه اليمين احنا شايفين مين موجودين في الفتره دي او من الفتره اللي هو احمد فتحي عصر الجيلين. فاحمد فتحي لو حطيناه هنا وحطيناه هنا فهو من احسن، في ناس بتصنفه احسن باك يمين في تاريخ مصر، في ناس بتحطه مع ابراهيم حسن وهكذا. اللي لو ركنت احمد فتحي بعيد عن دولت انت هيطلع قدامك محمد هاني، هيطلع قدامك باسم علي، هيطلع قدامك عمر كمال، هيطلع قدامك اكرم في الشويه اللي لعبهم، هيطلع قدامك كريم في الشويه اللي لعبهم. اللعيبه دي كانت موجوده في جيل برضه للاهلي الناس بتعتبره جيل ذهبي اللي هو جيل اليومين دولت. لكن هل في حد بقى يقدر يحسسك بدوت؟ اطلاقا وبكل صراحه لا. مفيش اي باك يمين او من اللي موجودين دولت او حتى لعيب ما كانش مركزه باك يمين ولعب يقدر اصلا يتحط في مقارنه مع الناس دولت، مع احترامنا شديد لهم طبعا. لكن انت شايف خدوا بطولات، خدوا انجازات، عملوا وخلوا وراحوا منتخب لكن مين يقدر على الاقل يتقارن باحمد فتحي فيهم؟ فدي خانه مركونه. تيجي على الناحيه الشمال فاحسن باك شمال يعتبر جه في تاريخ الدوري المصري، في تاريخ الاهلي زي ما انت عايز تقول هو علي معلول. حتى اللعيبه اللي جت عليه سواء شباب سواء خبره سواء شفنا فيه محمود وحيد، شفنا مش عارف طلع لعيبه راحوا لعيبه جت لعيبه، ما فيش حد خالص عرف يقف قدام الخانه ديت مع علي معلول. فده امر مفروغ منه، يعتبر من احسن الباكات او في ناس شايفاه احسن باك شمال جه في تاريخ، على نقدر نقول في تاريخ افريقيا في الفتره دي او اللعيبه اللي لعبت جوه افريقيا. المساكين بقى حدث ولا حرج عندنا لو هتتكلم. ما بعد برضو الجيل دوت انت بتتكلم طلع لنا احمد حجاز، طلع لنا لعب في الاهلي سنه ولا سنتين، طلع لنا رامي ربيع، طلع لنا محمد نجيب، طلع لنا سعد سمير، طلع محمد عبد المنعم، طلع ياسر، طلع متولي، طلع بدر بنون، فلعيبه كلها انا شايف اجماليا هم ممكن اتنين اللي يقدروا يتحطوا في الخانه دي مع اللعيبه، وهو احمد حجازي بسبب تاريخه الكبير والاحتراف، محمد عبد المنعم بسبب الكرة اللي بيقدمها اللي ما كانتش موجوده قبل كده غير في ابراهيم سعيد في اللمحات ديت. فخط الدفاع بتاعنا كله باك يمين ما فيش حد يقدر يتقارن بالجيل الذهبي. باك شمال هو كده كده علي معلول. في الدفاع هما الاثنين دول بس، ومحمد عبد المنعم برضه لسه قدامه الوقت كبير والزمن كبير.
فعلى خط الحراسه وخط الدفاع فانت بتتكلم ان اللعيبه اللي تقدر تقارنها بالجيل اللي فات هم اتنين او تلاته لو كترت الدنيا منهم، او ده يبين لك برضو يعني نقص استغلال المواهب في الفتره اللي فاتت دي. نص الملعب وما ادراك ما نص الملعب زي ما بنتكلم. نص الملعب عدى عليك لعيبه كتيره جدا من بعد الفتره دي وانت جاي. عدى عليك عمرو السولية اللي شال الاهلي وشال المنتخب، واللاعب اتهلك لفتره من الفترات، سواء مع المنتخب في الفتره بتاعت كروش او ما قبل ذلك، سواء مع الاهلي في الفتره بتاعت موسيماني والفتره بتاعت فايلر، ولما بدا يرجع مع كولر. فلا، لعيب شال نص ملعب الاهلي فتره كبيره تقدر تعتمد عليه فيها. تيجي بعد كده لحمدي فتحي، كلنا شايفين حمدي فتحي والادوار اللي قدمها مع النادي الاهلي في الثلاث اربع مواسم اللي لعبهم، الفتره اللي راح فيها المنتخب بعد برضه ما راح قطر، يعني جاب بطوله النادي، عمل تاريخ هناك. فبتتكلم ان حمدي فتحي الفتره اللي لعبها مع الاهلي اثبت لك يعني ايه لعيب بيحب الاهلي، لعيب بيقدر الاهلي. حتى لما مشى من الاهلي هو مشى بالطريقه اللي تليق بيه وتليق بالنادي الاهلي. تيجي تتكلم في الناحيه التانيه برضو على قفشه وامام ومروان عطيه، ناخدهم حته واحده كده. اللعيبه اثبتت كفايه ان قفشه جايب جون يعتبر هو الاغلى في تاريخ النادي الاهلي كله. امام اللي لسه جاي بقاله فتره، لكن واحد من المواهب اللي فعلا تقدر تقول عليها من افضل المواهب اللي جت مصر اخر 10 سنين على الاقل. مروان كذلك نفس اللي اتقال على امام، اللعيب اللي بيحاول يعوض عند حمدي فتحي. اليو ديانج الدبابه بتاعتنا اللي جت، يعني زي ما بيقولوا كانت الاخضر اليابس ولا الاصابات، اللعيب اللي جاله عروض من اوروبا كتيره جدا وبمبالغ خرافيه. فهل بقى الشله دي والبطولات اللي جابتها وافريقيا وثلاثه افريقيا واثنين افريقيا والنهائيات وبرونزيتين كاس، هل حد في، انا شايف ان على الاقل يعني عندنا وفره في نص ملعب اللعيبه دي كلها تقدر تلعب عادي في الفتره دي. مش بنفس الكفاءه طبعا، مش بنفس كفاءه اللعيبه بتكلم، لكن اللعيبه تقدر تشيل يعني بخبرتها. بتتكلم على واحد شبه عمرو السولية بالراحه يقدر يلعب في الجيل دوت. اللعيبه التانية هتلعب وتاخد وتدي، لكن برضه مش بنفس مقدار ومقياس الجيل الذهبي، الا ان هي لعيبه برضه عملت نفسها اسم وعملت نفسها تاريخ. يعني شوف احنا بنتكلم ازاي وكنا بنتكلم عن اللعيبه اللي مرت في خطوط الدفاع ازاي، لكن لا، لعيبه تقدر عادي يعني تحملها مسؤوليه وما تقولكش لا. خط هجومنا وما ادراك ما خط هجومنا، الاجنحه والفراوده والحاجات اللي لفت على النادي الاهلي، اللي يقول لك الاهلي مش عارف ايه الجناح اليمين اصل الجناح الشمال. عندك هتيجي تتكلم على جناحنا الشمال بالاخص، مره لعيبه كتيره جدا. مره عندك تريزيجيه اللي كمل في الاحتراف، مره عندك رمضان صبحي اللي عمل ومشى، مره عندك حسين الشحات وطاهر ورضا، لعيبه الجيل دوت زي ما بيقول. حسين الشحات شال الاهلي فترات كبيره، وكان في بعض المواسم هو يعتبر احسن لعيب في النادي الاهلي، خاصه الموسم اللي فات والاداء اللي كان عمله. كهربا لعب في الفتره دي احيانا. طاهر اللي مستواه محدش عارف، هو بيطلع بلقطات فرديه كانت حساك ان هو جاي من البرازيل، وفترات تانية ما تفهمش ايه اللي بيحصل له. الاجنحه يعني الشمال، لو طيرت حسين الشحات شويه او اللعيبه اللي او جونيور اجاي لما لعبها فتره، فانت بتتكلم ان لا، عندك نقص في الحته دي. مفيش حد في الناحيه الشمال يقدر يتقارن باي حد لعب في الجيل اللي فات، ولكن بسبب ان برضه الجيل اللي فات الوفره ما كانتش الكبيره اللي هي تقدر تقول ان حسين الشحات عادي يقدر يلعب مع الناس ديت، يروح ينزل يلعب. الناحيه الشمال برضه عندك نقص غريب فيها، انت مره عليك ميدو جابر، مره عليك اسلام محارب، مره عليك احمد الشيخ، مره عليك مش عارف جيرالدو شويه، ميكيسونو شويه، لكن اشهر واحد في اخر فتره في الناحيه ديت وهو بيرس تاو الجنوب افريقي اللي جاي لك من صن داونز ودوري انجليزي، يعني شارب كره حديثه وبيعمل وبيخلي ويسوي. شايل الاهلي فتره، لكن برضه يعني ما تفهمش، ما بيأدي لك الاداء اللي انت بتحبه وبيجيب لك بطولات، بس مش سوبر ستار. يعني هو ستار يعني، بس ما تقدرش تديله ان هو سوبر ستار. فهي دي يعني الحاجه اللي بنقولها عن بيرستاو. فبرضه الاجنحه عندنا فيها تقصير شويه، في صفقات منها كتيره فشلت، لكن بقى المعضله الاكبر او المهمه الاكبر فهي اختيار الفراوده بالمعنى الحرفي. مر عليك فراوده كتيره، بدايه من ايفونا على ازارو على جونيور اجاي لما لعبها، على محمد شريف، على مودست اللي جه، على اسامه ابو علي اللي ظاهر اخر فتره، لعيبه كتيره جدا، على حسام حسن، على شادي حسين. ما حدش قدر يلعب في يعني محدش يقدر حتى يقعد مع لعيب من الجيل الذهبي الفراوده بتوعنا على القهوه زي ما بيقولوا. انت مر عليك عماد متعب، مر عليك خالد بيبو، لا لعيبه مرت عليك. فانت بتتكلم ان الجيل دوت او اللعيبه الاخيره، هو ايفونا اللي العب موسم قدر ياخد لك فيها هداف الدوري، بعد كده اتباع بمبلغ محترم، ماشي ما قلناش حاجه، بس مهاجم يعني ما مرش عليك زيه. بتتكلم على ازارو اللي قعد سنتين ولا حاجه ياخد لك هداف الدوري باداء و20 جون و22 جون. محمد شريف اللي كان فروت زي الكتاب ما بيقول، ماشي الذبذبه اللي حصلت له اخر فتره،
تتكلم برضه. فهم اي حد بقى وسام ابو علي لسه يعني مقدم اداء كويس، بس لسه بنشوفه. اللعيبه التانيه اللي يعني كلها كانت صفقات كسر زي ما جماهير النادي الاهلي بتقول، فازارو يحسك شويه ان يقدر يلعب في الجيل دوت بتحركاته باهدافه بحفركته على الكوره زي ما بيقولوا. ايفونا نفس النظام. الا ان الاهلي يعني كلنا عارفين الاعلام ومش اعلام ان هو في المشكله الدايمه والمعضله الكبيره بتاعت المهاجم اللي يشيل النادي الاهلي والحاجات دي كلها. ده كل كلامنا عن اللعيبه وعن الحاجات دي كلها. فكلنا شفنا ان هو الشناوي اللي يقدر يقف في الجيل الذهبي دوت او يقدر يكون موجود في الجيل الذهبي. عندك هو بس الوحيد اللي يقدر برضه في خط الدفاع واحد، سواء منعم ولا حجازي. الباك الشمال علي معلول. فادي اربع لعيبه. نص الملعب ماشي هو السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج، ممكن نحطه معاهم في الجيل دوت اللي يقدر فعلا يلعب في الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي. الهجوم كلنا قلنا هو حسين بس عشان النظره بتاعت المركز دوت، واثار وايفونا. فانت بتتكلم لو عديت هم 9 10 لعيبه من وسط مثلا 10 سنين اصلا او 7 8 سنين مروا على النادي الاهلي. المدربين اللي ضافوا عندك كارترون عدى علينا شويه فاد اللعيبه نفسيا. عندك لازارتي دوري الرومنتادا، لكن المدربين وحسام البدري بدوري لا هزيمه ما نقدرش ننساه. لكن المدربين اللي فعلا قدروا يعملوا شغل او بصمات واضحه مع النادي الاهلي فايلر واللعيبه اللي قدر يوظفها في مراكز جديده عليها، او لو حتى مش وظفها في اماكن مميزه فهو اداها بعد ابعد بكتير من اللي كانت تتخيلوا مراكزهم. وموسيماني والشخصيه والروح والحاجات دي كلها اللي وصلها للنادي الاهلي وحفظه لافريقيا. وطبعا كولر ما نقدرش ننسى اللي عمله مع النادي الاهلي والابعاد الكبيره اللي ضافها برضه للنادي الاهلي، مع طبعا الرئاسات المختلفه اللي جت سواء الباشمهندس محمود طاهر ولا الكابتن محمود الخطيب اللي الاثنين نجحوا. فدي كانت حلقتنا البسيطة عن النادي الأهلي. فأنت قول لنا رأيك برضه في التعليقات عشان قبل ما ننهي مشاكل القناة وتفعل جرس التنبيهات وبتوزع زرار تكتبها في الكومنتات. هنبدأ نتكلم عن أندية إيه الحلقة الجاية.